السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهاردة وصفتنا سهلة وبسيطة وجميلة جدا وروعة. يلا نبدأ نعمل الوصفة بتاعتنا النهاردة، كبسة باللحمة الضاني. نبدأ في اول خطوات لينا، وهي اول خطوة ان هي هنعمل تسوية اللحمة، ونشوف مكونات اللحمة عندنا ايه. عندنا لحمة ضاني، عندنا جزر، طماطم، فلفل، بصل متقطعين 4/4. عندنا بهارات اللحمة، ورق لورا، قرفة خشب، جوز الطيب، حبهان، كبوبة صيني، قرنفل. وعندنا معلقة صغيرة فلفل اسمر ومعلقتين كبار ملح. يلا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ نحط حلة على النار عشان نبدأ بتسوية اللحمة الاول. حلة على النار يا بنات، حطيت حلة على النار وسبتها تسخن جامد عشان انزل اللحمة فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل اللحمة بتاعتي كلها، اديها صدمة واشوحها كلها مع بعض بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. هقلبها يا بنات واشوحها كويس لحد ما تتشوح كلها وتغير لونها. بعد ما شوحت اللحمه يا بنات بالشكل ده وقلبتها، خدت وش من فوق ومن تحت، صدمه من فوق ومن تحت، هنزل بالبهارات بتاعتي كلها وبالفلفل الاسمر. بعد ما نزلت بالبهارات هقلبها مع بعض، هقلب اللحمه مع البهارات يا بنات بالشكل ده. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله، ريحتها تجنن ما شاء الله، ولا فيها ريحه زفاره ولا حاجه. بسم الله ما شاء الله، تحفه. هسيبها بقى دقيقتين مع بعض مع البهارات تتشوح. بعد ما شوحت اللحمه مع البهارات يا بنات، هنزل بقى بالخضار بتاعي، البصل والجزر والفلفل والطماطم، واقلبهم مع اللحمه بالشكل ده. شايفين كده؟ وهسيبهم بقى شويه مع بعض لحد ما اللحمه بتاعتي تشرب من بهارات والخضار بتاعي. هسيبهم لمده 10 دقايق. وبعد ما سبت الخضار بتاعي واللحمه والبهارات يا بنات يتشوحوا مع بعض وياخدوا من التتبيله واللحمه مع بعض، بسم الله ما شاء الله، شايفين؟ عندي بقى ميه مغليه هنزل بيها على اللحمه. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. خلي بقى اللحمه بتاعتي تستوي في كل الخضار والبهارات الحلوه دي. انا سايبه الملح للاخر، انا مش هحط الملح دلوقتي، هسيب بقى اللحمه بتاعتي تستوي. ودي لحمتنا يا حبايبي بعد ما سبتها ساعه مع نفسها كده تستوي. هحط بقى الملح بتاعي، هي بقت دلوقتي نص سوا، هنزل عليها الملح عشان املح اللحمه واملح الشوربه، واغطي عليها لحد برضو ما تستوي تماما. وبعد ما خلصنا اللحمه يا بنات، نيجي بقى نعمل الرز بتاعنا ونقول مكوناتنا. عندنا 4 كوبايات رز بسمتي مغسول ومنقوع نص ساعه كويس ومتصفي، معلقه صغيره كركم، معلقتين كبار كاري، وعندنا البهارات قرفه خشب، كبوبه صيني، جوز الطيب، قرنفل، فلفل اسمر، رشه جنزبيل، وعندنا معلقه ونص سمنه. عندنا بقى للتزيين مكسرات بتاعتنا، لوز سوداني، زبيب. وعندنا طبعا هناخد للرز مرقه اللحمه متبهره ومتملحه كويس. 4 كوبايات رز
ليهم 8 كوبايات شوربة. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هعملها يا بنات في الرز، هحط حلة على النار واسيبها تسخن شوية. بعد كده هنزل بالسمن. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل السمنة لحد ما تسيح وتسخن معايا. شايفين بالشكل ده. بعد ما السمنة بتاعتي ساحت معايا هنزل بالبهارات. هشوح البهارات بتاعتي في السمنة وهوطي النار شوية. بعد ما نزلت البهارات بتاعتي في السمنة وشوحتها شوية هنزل بقى بالرز بتاعي واحدة واحدة. بسم الله. بالشكل ده. واحط بقى عندي بقية البهارات. ننزل الكاري بتاعي والكركم بالشكل ده واقلبهم مع بعض. اشوح الرز البسمتي بتاعي في البهارات والسمنه لمده دقيقتين عشان يتشمع كويس وياخد من البهارات والسمنه بالشكل ده. بعد ما شوحت الرز بتاعي مع البهارات كويس لمده دقيقتين بالشكل ده، شايفين بسم الله ما شاء الله ريحته تجنن. هنزل بقى بالشوربه بتاعتي. بالشكل ده شوربة اللحمة اللي احنا عاملينها مبهرة وملحها مظبوط. لو حسيت ان الملح قليل وعايزة تزوديه زوديه. وهقلب كده واعلي عليه شوية عشان يغلي. واول ما يبدأ ان هو يغلي ويتشرب الشوربة بتاعتي هوطي عليه عشان يتردد مع نفسه كويس. شايفين يا حبايبي بعد ما الرز بتاعي شرب الشوربة وبدأ ان هو ينشف انا قلبته. انا بقلبه دايما قلبيه بالشوكة عشان الرز بتاعي ما يتكسرش. تقلبيه بالراحة كده من فوق لتحت. وبعدين بقى ههدي عليه خالص النار عشان اسيبه يتردد على نار هادية. والرز بتاعي بعد ما بيتردد كده في اخر حاجة بجيب الزبيب بتاعي بسم الله وارش على وشه كده بالشكل ده. شايفين بسم الله ما شاء الله عشان الزبيب معايا ينفش على بخار الرز ويديله طعم ويديله ريحه. وهغطي عليه بقى واسيب الرز بتاعي يكمل ترديده على نار هاديه. الخطوه الثالثه يا حبايبي وهي هجيب طاسه صغيره وفيها معلقه نص معلقه صغيره سمنه وهسيبها تسخن كده شويه. وبعد السمنه بتاعتي ما سخنت بالشكل ده هنزل بالسوداني واللوز واحمصهم مع بعض. هحمص السوداني واللوز بتاعي مع بعض. اقعد اقلب فيه كده علشان ما يتحرقش ويتحمص في نفس الوقت. هفضل بقى اقلب فيه لحد ما يتحمص. وبكده يا حبايبي شايفين بسم الله ما شاء الله كده المكسرات بتاعتي اتحمصت وبقى ما شاء الله جاهزة. هحطها بقى على الرز بعد ما يخلص. وده الرز يا حبايبي بعد ما خلص. شايفين ما شاء الله الزبيب عامل ازاي نفش ازاي. هقلبه بقى مع بعض بسم الله ما شاء الله. يعني الرز ده جربوه ان شاء الله هيعجبكم طعمه حكايه بالشكل ده. وبقى الرز بتاعي كده ما شاء الله استوى وجاهز. وكده يا حبايبي نكون خلصنا الكبسه بتاعتنا باللحمه الضاني. شايفين بسم الله ما شاء الله الرز ريحته تحفه جدا وجميل. جربوه وان شاء الله هتلاقوا هيعجبكم قوي. واللحمه ما شاء الله تحفه ما فيهاش ريحه اي زفاره وريحه الشوربه تجنن وطعمها خطير جدا.
جربوا يا بنات الكبسة باللحمة الضاني والرز المبهر، هتعجبكم قوي قوي قوي. لو عجبتكم الوصفة اعملي لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول باول. كنتم في مطبخ اكل السما من اكل كله بيتي وسهل ولذيذ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.